السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلام كتير قوي بيتقال في موضوع الكارير شيفت. ناس كتيرة تقول لك زود دخلك وخلي عندك دخل إضافي، ناس تانية تقول لك خلي عندك دخل بالدولار، الأيام اللي جاية صعبة ومش عارفين اللي هيحصل فيها. ناس تقول لك سيب بقى وظيفتك خالص واشتغل مترجم وهتكسب فلوس كويسة قوي 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 من المجال ده. طيب، هل الكلام صح؟ الكلام ده غلط؟ ايه هي شروط الكارير شيفتنج ان انا عشان خاطر ابقى مترجم واغير مهنتي؟ الكلام ده ايه مدى صحته؟ تعالى اقول لك النهارده من واقع خبره 14 سنه في مجال الترجمه مدى صحه الكلام ده، وهي الشروط اللي تقدر تكون بيها مترجم عامل كارير شيفت اصلا بشكل ناجح وبشكل كويس. فيلا بينا نبدا حلقه النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مره تانية. عايز اكلمك واقول لك حاجه مهمه جدا جدا قبل ما نبتدي بقى نقول يا ترجمه ويا كارير شيفت والكلام الكتير ده كله. النقطة اللي عايز أكلمك فيها هي مدى درجة الوعي اللي عندك بفكرة الكارير شيفت نفسها. أنت عايز تعمل كارير شيفت ليه؟ هل أنت شغال شغلانة وزهقان منها وقرفان منها فعايز تعمل كارير شيفت، عايز تنقل لمجال تاني؟ ولا هل عندك الشغف اللي بيحركك والطموح اللي مخليك عايز تروح لمجال الترجمة فأنت حاسس إنك تنفع في الحتة دي؟ أو هل انت بس مديرك ضاغط عليك وظروفك بس مخنوقه شويه، عاوز بس ايه تحسن مصدر دخلك، بس قرشين زياده هيمشي الدنيا والموضوع شكله يعني ايه سهل وبسيط مش محتاج قوي يعني. فرقم واحد، قبل ما اجي اقول لك الكارير شيفت ده عامل ازاي او انت محتاج ايه المتطلبات بتاعتك علشان تعمل كارير شيفت، لازم انت نفسك تكون على وعي بالحته دي، او انت عندك الوعي الكافي اللي يقولك انت بتتحرك ليه ناحيه الكارير شيفت. خدت بالك؟ ده هيفرق بشكل كبير قوي 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 في المعطيات اللي هنتكلم عليها دلوقتي. رقم واحد، حدد هدفك في موضوع الكارير شيفت. انت ليه بتعمل الكارير شيفت؟ ليه عايز تروح تشتغل مترجم؟ طيب، بناء على الكلام ده، لو انت زهقان من مديرك وقرفان من مديرك فلا تتوقع ان الدنيا هتكون وردية تماما، لان في معطيات تانية وكل حاجة فيها الكويس وفيها الوحش. فبالتالي اهدي اللعب شوية كده وركز معايا في موضوع الترجمة. لو انت متوقع مثلا ان انت هتروح وهتكسب بشكل سريع، اللهم ان مفيش حاجة بتوعدك بمكسب سريع الا وفيها حاجة مش مظبوطة، علشان نكون صراحة مع بعض. هو يعني انا عايز اكلمك بالامانه كده بما يرضي الله. هو الحدايه بترمي كتاكيت؟ هو يعني سهل قوي ان احنا نلاقي الفلوس اليومين دول؟ يا راجل، ده يعني حتى ما كانوش سموا العمله صعبه عمله صعبه. صح الكلام ولا مش صح الكلام؟ فبالتالي انت محتاج تكون على وعي كامل ومركز قوي في حته انت ليه عايز تعمل كارير شيفت ومحدد الاسباب بتاعتك. طيب، تعالى بقى نتكلم على طريقة التنفيذ في جزئية الكارير شيفت. بافتراض ان انت عارف طريقك وان انت محدد ان انت خلاص عايز تبقى مترجم، تعالى اقول لك يا عم اللي ليك واللي عليك وتنفذ ازاي السيناريو بتاع الكارير شيفتنج. الاول، هل ممكن ان انا اشتغل مترجم بشكل عام؟ ممكن تشتغل مترجم، بس عشان نقطع الجزئية دي قولا واحدا، ناس خريجين تجارة وخريجين اداب وخريجين طب وصيدلة وشريعة وقانون وحقوق بيشتغلوا مترجمين. الموضوع عادي جدا جدا، مفيهاش مشاكل خالص. طيب، التنفيذ بقى عندنا سيناريوهين. السيناريو الاولاني هو انك تنقل مره واحده وتقوم سايب شغلانتك ورايح شغال مترجم وبتجرب وبتقدم بقى السي في وبتاخد كورسات ترجمه وكلام كتير قوي كده. النقله مره واحده دي انت محتاج تكون مأمن نفسك ماليا من 3 ل 6 شهور، وانا بقول لك 6 شهور فما فوق ماديا، علشان تبتدي تتحرك بشكل انت مش مضغوط عليك فيه. بمعنى، لو انت مخنوق من الناحية المالية وجيت تشتغل مترجم، هتلاقي نفسك بتقبل بأسعار بخسة، هتلاقي نفسك بتاخد قرارات دايما مترددة، قرارات دايما تحت ضغط الأعباء المالية، وهتلاقي دماغك بتودي وتجيب في حتة أنا يا ريتني ما خدت القرار ده، أنا عايز أرجع زي ما كنت. ده لو أنت بتشفت مرة واحدة. طيب، ده السيناريو الأول. السيناريو التاني إنك تشفت بشكل تدريجي. بمعنى، أنت في وظيفة، أنت في شغلانة، أنت في أي حاجة أنت مخنوق منها، اللهم إنها نعمة في الزمن ده، في الوقت ده، حافظ عليها ربنا يديمها عليك نعمة. ده رزق حلال، حافظ عليه ربنا يديمه عليك يا ابني. الفكرة وما فيها. عايز تعمل شافتنج، ابتدي بشكل تدريجي، وانا بقول لك ودي نصيحتي وده الاحسن. واحدة واحدة تبتدي تطلع على الحتة بتاعة الكارير شيفت، تقدم في كورسات، تذاكر، تقدم مع عملاء، تختبر مع عملاء، تحط سعر، تتفاوض، تشتغل، تتقيم، تاخد فلوسك. تمام. هل هنا الموضوع كفاية؟ لا، مش كفاية. العميل النهاردة ممكن يشتغل معاك مرة مرتين، ما يشتغلش التالتة. فتبتدي واحدة واحدة
لحد لما تشتغل مع عميل واحد ورا التاني ورا التالت، لحد لما تكون بيز او تكون قاعده كويسه من العملاء تقدر معاها تعمل خواص الكير شيفتنج. تبص تلاقي ان انت لو بتاخد 3 قروش، لا ده انا داخل لي قرشين، قرشين ونص، وبشكل منتظم. وكثافه الشغل في الكارير شيفتنج بقت عاليه، فبالتالي او في الترجمه بقت عاليه، فشكرا يا وظيفه، انا خلاص هتفرغ بقى الكلام ده، انا بكسب كويس منه دلوقتي الحمد لله. ده رايي. لو انت هتنقل واحده واحده، لا اقول لك لا، ما تنقلش واحده واحده، انقل تدريجي للترجمه، وهقول لك ليه. زي ما انت عارف كل شغلانه ليها الشق السهل والشق الصعب بتاعها، فخليني اقول لك ان الترجمه كمجال، هو انت ممكن تدرسه في كورس مثلا، في كورسين، في 3 يا سيدي، شهر شهرين 3. لكن الاتقان ده بياخد وقت، وفكره الشغل مع العملاء اللي هم ان الموضوع بياخد وقت. فالشيفتنج، عمليه النقل بقى من مجالك لمجال الترجمه، ده امر قد يستغرق شهور، قد يستغرق سنوات. عشان اكون امين معاك بتاع الامان، ممكن ناس كتيره تقول لك تعالى خد كورس والدنيا حلوه وهتشتغل على طول، وانا عندنا فلان اشتغل في قد ايه، يقول لك اشتغل بعد الكورس. طب اشتغل شغلانه ولا 2 ولا 3؟ الموضوع بيبقى فيه ملابسات كتيره، بس هو عايز بس يقول لك ايه، ده احنا عندنا حد اشتغل تقدر تبقى زيه. بس القصه ما فيها المجال ده، الشغل فيه بياخد شهور، بياخد سنين، انت ممكن تاخد سنه 2 3 لحد لما الدنيا تظبط معاك. فالشيفتنج او النقل ده هياخد وقت معاك، ده بمنتهى الامانه. بناء على ايه؟ انت بتقدم مع العميل مثلا شركه، انت بتشتغل فريلانس او عايز تقدم مثلا فول تايم جوب، اوكي تمام، انت بتقدم في وظيفه مفيش مشكله. لكن خلينا نتكلم على سيناريو الفريلانس تحديدا. يعني بتقدم مع عميل، تشتغل معاه مره 2 3، ممكن بعد كده يقول لك المشروع خلص، والله ما عنديش التخصص بتاعك، انا بترجم دلوقتي في تخصص تاني، او هو كان مشروع وخلص. ما تضمنش استمراريه العميل على اللونج تيرم قوي. انت محتاج تاخد وقت شويتين 3 لحد لما تعمل بيز او تعمل قاعده من العملاء يقدروا يكملوا معاك فتره. وده بياخد وقت، شيء منطقي ان ده بياخد وقت. خلاص عميل مستمر بيبعت لك شغل، بيوافق على شغلك وموافق على مستوى جودتك، وانت متاكد انه بيدفع لك شهريا. البروسيس دي بتاخد وقت طويل شويه. فمعلش، كل حاجه ليها حاجه. انت بتدرس وبتشفت كارير منطق الشغلانه اللي انت شغالها دلوقتي. لو انت مثلا راجل مهندس، طبيعي انك درست كام سنه محترمين في هندسه، وطلعت واتدرجت في شغلانتك لحد لما بقيت في كاتيجوري معين او في شريحه معينه. خلاص انت دلوقتي عايز تشفت، فبتبتدي من اول وجديد. فهو ده اللي عايز اقوله لك، او هي دي الحته التقيله في مجال الترجمه. البروسيس بتاخد وقت. لو رزقك كويس، يعني مش رزقك، يعني لو صادفك عميل اشتغل معاك بسرعه خير وبركه، بس انا بقول لك البروسيس بتاخد وقت، وده بمنتهى الامانه. طيب اذاكر ايه، ادرس ايه عشان اعمل عمليه الكارير شيفتنج؟ انت محتاج اساسيات الترجمه، ده رقم 1. لو انت حتى دكتور، مهندس، محامي، لازم تدرس أسس الصياغة بشكل سليم. ودي حاجة مثلا احنا بنقدمها في الشركة. عندنا برامج تدريبية في أسس الصياغة تحديدا، أو الترجمة العامة زي ما بيطلق عليها يعني بشكل دارج. ده الأساس بالنسبة لك اللي انت لازم تأسس عليه شغلك، لأن بيبنى على الأساس بتاع الصياغة أي حاجة تانية بعد كده، بيبنى التخصص بعد كده. فأنت محتاج تدرس ايه الجزئيه دي. تاني حاجه تدرس الكات تولز، او البرامج التقنيه المناسبه للترجمه. دول الحاجتين الاساسيتين اللي لازم تاخد بالك منهم اثناء فكره الكارير شيفتنج. وهسيب لك برضو في الديسكربشن حلقه كامله عن، يعني لو انت عايز تشتغل مترجم تبتدي بايه وتعمل ايه تحديدا. دي هتكون ان شاء الله تعالى مفيده ليك. خلاصه الكلام في الحلقه دي، الكارير شيفت في الترجمه امر مقبول، امر متاح، مفيش اي مشاكل فيه خالص. 90,000 واحد بيشتغلوا مترجمين وهم اساسا مش خريجي لغات وترجمه. في منهم مشاهير كمان زي اسلام الجزاوي، الراجل اصلا خريج كليه التجاره على ما اعتقد، وهو اشهر سبتايتلر او اشهر واحد بيقدم ترجمه الشاشه او ترجمه الافلام على سبيل المثال لا الحصر. يعني في يعني ناس كتيره جدا جدا في مجال الترجمه مش محسوبين على كليات اللغات والترجمه، ولكن تعمل حسابك ان الموضوع بياخد وقت، قد يستغرق شهور، قد يستغرق سنين. جهز نفسك للرحله، لان الرحله دي ممكن تكون طويله شويتين. يا ريت يكون عندك غير الشغف، يكون عندك الامكانيات الماديه اللي تاهلك انك تستحمل ان الرحله ممكن تطول معاك شويه. الكلام ده
ممكن ما يكونش تجاري، ممكن ما يكونش بيبيع خالص، ممكن يكون حاجة يعني مش بقلب لك الدنيا سواد، لكن أنا شرحت لك بما يرضي الله وبمنتهى الأمانة فكرة الكارير شيفت بتمشي إزاي في مجال الترجمة. في نهاية الفيديو يا رب يكون، يا رب الفيديو مقبول بالنسبة لك، مهضوم كويس، المعلومات اللي فيه يا رب إن شاء الله تكون قيمة. لك استفسار سيبهولي في التعليقات، إن شاء الله هرد عليك على طول. متنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكريبشن للقناة، وتابعني باستمرار وسيبني سؤالك إن شاء الله أجاوبك عليه على طول بإذن الله. شكرا جزيلا، محمد يوسف.